الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا. بارك الله فيكم شيخنا. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، نستكمل السلسلة التي بدأناها في الحلقة الماضية، وكنا قد تحدثنا ودخلنا في التمهيد وتعريف التوحيد وما هو وكيف كانت العلاقة بين التوحيد ورسالات الرسل. وفي هذه الحلقة بإذن الله نتكلم عن علاقة التوحيد بمغفرة الذنوب، وكيف يمكن أن يكون بتحقيق التوحيد يكون الفوز بدخول الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. بداية شيخنا، نبدأ هذه الحلقة بأهم سؤال ممكن أن يكون في هذه الحلقة: كيف ممكن أن يتحقق التوحيد الذي به ممكن أن يدخل الإنسان الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء قبل أن ندخل في حلقتنا فيما يتعلق بهذا اليوم المبارك، نهنئ حقيقة الشعب التركي بانتخاباته التي حصلت خلال اليومين السابقين، وما حصل فيها من مشاركة واسعة وكبيرة تعبيرا عن هذا الشعب في اختيار من يحكمه. ولا شك هذه مسألة كبيرة وميزة يتميز بها هذا الشعب المسلم، وفي نفس الوقت أيضا حقق نجاحا كبيرا في مجال ما يتعلق بالمرحلة الأولى، وستعقبها إن شاء الله مراحل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لهذا الشعب التركي وبقية شعوب الأمة المسلمة، أن يبرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. فيما يتعلق بموضوع التوحيد وكيف يمكن الإنسان أن يحقق التوحيد حتى يكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يرتكز على قاعدتين أساسيتين فيما يتعلق بمسألة التوحيد. القاعدة الأولى هي قاعدة التصديق، والقاعدة الثانية هي قاعدة التسليم. لأن بالمقابل الكفر بالله سبحانه وتعالى والإشراك به يأتي أيضا من قاعدتين مناقضتين، وهي قاعدة التكذيب وقاعدة الإباء والعصيان. الإباء، نعم الإباء. ونلاحظ أن هذين الوصفين اجتمعا في فرعون عليه لعين الله المتتالية، عندما الله سبحانه وتعالى يذكر بأنه كذب وعصى وكذب وأبى. فالتكذيب والإباء والتكذيب والعصيان هما مناقضان بطبيعة الحال لأصل التوحيد وأصل الإيمان. فالتصديق يلزم منه التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى والإقرار به جل جلاله بأنه موجود كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ووجوده أيضا يجب أن يكون وجودا وفق تصور صحيح، أن لا يكون وجودا مشوشا. بعض الأديان تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنها تخطئ في تصورها للذات الإلهية، كما ذكرنا حول التصورات المتعلقة بالإله والرب في الوثنية الأديان الوثنية، وكذلك ذكرنا ذلك في الأديان المحرفة وليست الأديان التوحيدية.
فالأديان التوحيدية تتفق جميعا القائمة بالذات على الرسالات غير المحرفة على أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن هذا الخلق كله قائم به وقائم بوجوده، وأن الكون كله أثر من آثاره جل جلاله وتجلي من تجليات أسمائه سبحانه وتعالى. فما في هذا الكون بالنسبة للمسلم الذي شهد بوجود الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الذات الإلهية بأنها تتصف بالكمال والجمال والجلال والعظمة والكبرياء، فيؤمن المسلم بأن الله موجود وأنه سابق لكل شيء أزلا وباق بعد كل شيء أبدا. وبالتالي التعبير القرآني هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله سبحانه وتعالى بهذا الشكل وبهذا التصديق المسلم يصدق بوجوده ويصدق بوحدانيته ويصدق كذلك بكمال صفاته وأسمائه. هذا من حيث التصديق. ثم يعقب ذلك أيضا، لأن هنالك أيضا من الفلاسفة مثلا من يؤمن بهذا الشكل بأن الله موجود، ولكن خاصة الذين يسمون بالربوبيين في أوروبا، يعني يقول لك والله الرب موجود ولكنه رب معزول على الأمر. الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالفلسفات بشكل عام تتجه إما أنها عندها مشكلة في الخلق، أصله ما في خالق ومبنية الأمور كلها على الصدف أو الانفجارات وغير ذلك، أو عندها مشكلة في الأمر. فالله عز وجل في موضوع التوحيد يخرجنا من كلا الأمرين، مناهج الضلال. الذين قالوا بأن الله موجود مثل فلاسفة اليونان، بعضهم قال الله موجود ولكن بعد أن خلق الله الخلق تركه، الخلق خلاص ركب فيه، أشبه بإيش؟ أشبه الله المثل الأعلى، كأنما هنالك CD موجودة فيه كل قوانين الكون، تخدها على كمبيوتر وتشتغل وانت تروح بيتك، يعني كده. فيتصورون بأن الله خلق الخلق وانتهى الموضوع. التصور الآخر أصلا ناكر لهذا الوجود، ناكر لأن الله موجود أصلا. فهؤلاء وهؤلاء من حيث النتيجة يكاد يكون أمرهم واحد. من حيث النتيجة صح أن هؤلاء أقروا بالربوبية ولكنهم نفوا عنه الأمر. بالنسبة للمسلم يقر بربوبية الله عز وجل ووجوده وأنه الخالق والمحيي والمميت وكذا، ويقر له أيضا بالاستمرارية في هذا الموضوع، فهو أيضا فعال لما يريد، يعني فاعليته في الكون قائمة ومستمرة إلى قيام الساعة، يعني مش CD وفقط يعني خدتناه، لا، الله عز وجل في كل يوم له شأن، في كل يوم له شأن. فالله سبحانه وتعالى يخفض ويرفع ويحيي ويميت ويبرم ما شاء ويفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. هذه كلها حالة ديمومة مستمرة، أمرا ونهيا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فبالنسبة لنا ليس كما يتصور هؤلاء الفلاسفة أن الله خلق الخلق وتركهم، لا، نحن نقول بأن الله خلق الخلق وأمرهم، خلق الخلق ونهاهم، خلق الخلق وحدده مسارا معينا، حدد لهم وجهة معينة، خلقهم لغاية ولم يخلقهم عبث. كل هذا مستصحب عندنا في حتة إيه؟ التوحيد، حتة التوحيد من حيث التصديق، من حيث التصديق. طيب، بهذه الصورة في التصديق نكون قد خرجنا من الربوبيين الذين يرون أن الله موجود خلق ولم يأمر، وخرجنا من الماديين الملحدين، يعني بهذا التصديق نحن لسنا مع الملاحدة ولسنا مع الربوبيين الذين جردوا له. هذا جانب. فالمسلم هذا أول نقطة عليه أن يحققها في توحيده، أنه الصورة الصحيحة عن الإله، لأنه إن لم تكن الصورة صحيحة فالمخرجات لن تكون صحيحة. هذه أيضا من الأشياء المهمة جدا فيما يتعلق بموضوع التوحيد، ما ذكرناه من قبل في قضية الصورة التركيبية التي يتصورها بعض دعاة التثليث مثلا أو عقيدة التثليث، شكلية الإله، يتصور شكل الإله إنه الله هو شكل ثلاثي، الرب والابن والروح القدس. فهذه الثلاثية أيضا تشكل مشكلة بالنسبة للتصورات. فالله سبحانه وتعالى في نظر المسلم مبني ما ذكرت على سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، هذا تصورنا عموما لقضية التوحيد ابتداء. هذا سبحان الله له أثر في السلوك، له أثر في التربية، له أثر في الأفعال. ونأتي القضية الثانية وهي قضية الإباء اللي هي يقابلها الطاعة.
والانقياد والتسليم. لا يكفي أن يكون الإنسان متصور التصور الصحيح عن الذات الإلهية وأسمائه وصفاته وفاعليته وإقرار بكل ذلك ولا يثمر ذلك عملا. هذا لا يصح بالنسبة للتصور الصحيح للمسلم. لا يمكن أن يكون تصورا صحيحا من غير عمل صحيح. ولذلك أصدق الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم همام وحارث، همام وحارث. فالأفكار الصحيحة يجب أن تنتج لنا حرسا صحيحا. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار. فتبدأ ابتداء أن يكون الخواطر والأفكار صحيحة لتنتج لنا واقعا صحيحا. فبالنسبة لنا بعد التصديق ننتقل مباشرة إلى التسليم. التسليم بماذا؟ التسليم بكتبه، التسليم برسله، التسليم بأمره، التسليم بنهيه، التسليم بمقاصده، التسليم بغاياته، التسليم بمراده جل جلاله، التسليم بما رسمه لنا من خطة المستقبل. هذا كله بالنسبة لنا نحن ندرك بأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا غاية عظيمة، وهي الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والوصول إلى الجنة تمر بهذين الأمرين، تمر بالتصور الصحيح والتسليم الصحيح. فإذا لم يكن هنالك أساسا صحيحا في هذا الموضوع لا يستطيع الإنسان أن يقول أنه حقق التوحيد الذي يكون منجيا عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأصل الذي ذكرناه يكاد لا يكون محل اختلاف بين كل الرسل من آدم عليه السلام إلى آخرهم النبي عليه الصلاة والسلام في أصل التوحيد هذا التصور، توحيد الله على مستوى التصورات والأفكار والعقائد، وكذلك على مستوى الأعمال التي تشكل جزءا من صميم مسمى الإيمان. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم في تعريفهم لموضوع الإيمان كانوا يقولون قول وعمل، كانوا يقولون قول وعمل. فلا يمكن أن يكون قولا فقط، أن يكون قولا فقط أو يكون عملا فقط. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، ننوه أنه بإمكانكم المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر الأرقام الآتية عبر الشاشة الآن. ونستكمل شيخنا حديثنا في هذه الحلقة بسؤال مراتب الناس. ما هي مراتب الناس في التوحيد؟ مراتب الناس في التوحيد، نحن الآن أكدنا على مسألة مهمة جدا، وهو أن التوحيد ليسمى توحيد لا بد فيه من تصديق ولا بد فيه من طاعة. هذين البلوكين، وتخرج من دائرة التكذيب ودائرة الإباء. صحيح. طيب، يعني لاحظ الآن إبليس ليست له مشكلة في التصديق. إبليس مشكلته ما كانت يؤمن أنه، بالعكس هو يؤمن وحاضر المشهد كله، كان في الجنة، يعني كان ضمن هذا المحيط الذي حضر كما يقولون وشهد محضر أمر الله المباشر وتعامله مع آدم عليه السلام وكل هذا، وكان في مخاطبات أمر ونهي من الله مباشر. ومع ذلك هو يؤمن بأن الله موجود ويؤمن أن الجنة موجودة والنار موجود، ولكن سبحان الله كانت مشكلته في الإباء. وهذا ما يجعلنا مشكلته في التسليم. هذا ما يجعلنا أقول بأن بعض الناس الذين يتصورون بأنه والله فقط التصديق بالله وحده ورسله يكفي، هؤلاء مخطئون خطأ كبير جدا. كذلك ندرك ما فعله مثلا هرقل الروم لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان مدرك، لأنه قبل كده حصلت له مناقشات وجمع معلومات، وكان مهموم بقضية مجيء النبي الخاتم، فهو مدرك هذه القضايا ومصدق لما جاءته. ولكنه لما رأى أن قومه رفضوا ما جاء به نازعوه، قال كنت أختبركم وأريد أن أراكم كذا، وسكت. فالتصديق وحده لا يكفي، التصديق وحده لا يكفي. كذلك فرعون في لحظاته الأخيرة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. هو صدق، أدرك تماما بأنه ليس أمام مشهد، لكن لا قال أنا وقد عصيت. لاحظ ما قال له شنو كفرت، قال أنا وقد عصيت. فمسألة العصيان تكاد تكون واحدة من القضايا الخطيرة. طيب نجي الآن إلى موضوع الناس في هذه القضية، موضوع التصديق والتسليم. الناس يمكن أن يتفاوتوا في التقاسيم باعتبار أن قضايا العلوم هذه قضايا استقرائية. صحيح. بعضهم ممكن يقول لك والله أقسام الناس في التوحيد 4، وممكن واحد الناس يقول لك والله أقسام الناس في التوحيد 3. صحيح. ممكن أقسام. أنا ما أقدر أمشي في هذه التقسيمات، يكفي فقط أن نقسم الناس إلى قسمين أساسيين. القسم الأول يسميهم القرآن الكريم بأصحاب اليمين، والقسم الثاني يسميهم بالمقربين. أهل التوحيد ديلو في سورة الواقعة قسم الناس إلى أصحاب يمين وأصحاب والمقربين. طيب،
المقربون هم الذين حققوا كمال التوحيد، هذا الصنف الأول. والذين يحققوا كمال التوحيد هم غالبا الأنبياء والرسل ومن اقترب منهم كالصديقين مثلا ومن والاهم. يعني هي لأن المقربين أصلا موجودين في الصحابة رضوان الله عليهم بشكل أكبر، ثم في من يأتي بعدهم في الأمة عموما تبقى درجة المقربين موجودة، ولكنها تكثر في البدايات وتقل في النهايات. لأنه في البدايات فيها حجم أوسع. هذا الصنف ماذا يفعل هذا الصنف؟ هذا الصنف يقيم أصل التوحيد، ويقيم كمال التوحيد، ويقيم أصول الأعمال وواجباتها، ويقيم مستحبات الأعمال، وينتهي عن المحرمات، ويجتنب المكروهات السباعية. هذه السبعة القضايا. إذن أنت أمام مجموعة ذهبت إلى شيء بعيد. ولذلك لما تقرأ لابن القيم عليه رحمة الله وهو يصف هذه الفئة، يعني يكاد يقول لك والله كم هي فئة عظيمة ومقام كبير، ولكن قليل من يستطيع الوصول إليه، لأنه يحتاج إلى علم وصبر، يحتاج إلى علم المؤدي لليقين، والصبر كذلك المؤدي للثبات على العمل. فأنت لتصل إلى ذلك معناها كمال في العلم وكمال في الصبر حتى تصل منزلة المقربين من الله سبحانه وتعالى. هذا المستوى على كل هو مستوى المقربين. خلينا نقول ممكن المقربين يكونوا درجات، هذه قضية أخرى. المقربين أنفسهم ليس الأنبياء كالصديقين أو الصديقين كالشهداء أو الشهداء كالصالحين، لأن هؤلاء الأربعة كلهم يمكن أن يكون منهم درجات في المقربين، يعني ما في إشكال. الصالحين فيهم مقربين، الشهداء فيهم مقربين، والشهادة نفسها مقامات ودرجات وهكذا. هذه كلها، لكن خلينا الآن كلنا نقول بأن والله هذه درجة واحدة، هي درجة الكمال، كمال التوحيد. المستوى الثاني أو الدرجة الثانية في درجته هو أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هؤلاء يمكن أن يكون أحيانا نسميهم بالمقتصدين. المقتصد هو الذي حقق أصل التوحيد، حقق أصل التوحيد وحقق أصل الأعمال، يعني أصول الأعمال والواجبات فيها، ثم أيضا أدى إلى ترك المحرمات. لكنه قد يكون مفرطا في المستحبات، وقد يكون متساهلا في المكروهات. أدى الأصل. لو أردنا أيضا أن نقسم قسما ثالثا بناء على قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، واعتبرنا في مستوى ثالث. هذا المستوى الثالث هو المستوى الذي يفرط في بعض الأعمال، ويفرط في كمال التوحيد لا في أصله. يعني مثلا كمال التوحيد يأتي فيه التوكل، يأتي فيه ترك الرقية، يأتي فيه ترك التطير، ترك التشاؤم، بعض الأشياء التي تصنف ليس في أصل التوحيد ولكن في فروعه وكماله. أليس كذا؟ صحيح. هذا قد يفرط على كل في الكمال، لكن لا يفرط في أصل التوحيد. أصل التوحيد بمجرد أن قلت أشهد أن لا إله إلا الله خرجت من الكفر، خرجت من الإشراك بالله تبارك وتعالى، لم تجعل لله ندا، لم تدخل في نواقض التوحيد بأي ناقض من النواقض، فأنت على كل أصل التوحيد محافظ عليه. لكن قد تفرط في كماله، وقد تفرط في مستحباته، وقد تفرط في بعض ثم قد تكون هنالك بعض القضايا العملية أيضا يحصل فيها تفريط. فبعض أهل الإسلام ممن ظلموا أنفسهم يثبت له أصل الإيمان وأصل التوحيد، لكنه يقع في الزنا، في جوانب الأعمال عنده مشكلة. يعني قد يقع في الخمر، يقع في أكل أموال الناس كذا، فهو عنده مشكلة في دائرة الأعمال، وعنده مشكلة في كمال التوحيد لا في أصله. هذه قد تكون مستويات على كل ثلاثة يمكن إن شاء الله أن تصلح أن يقسم فيها الناس. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا.
أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا بعد فاصل قصير. نجدد الترحيب بشيخنا ودكتورنا حسن سلمان، حياكم الله شيخنا. نستكمل الحلقة شيخنا بسؤال مهم: لماذا كان الثناء من الله تعالى إلى إبراهيم الخليل حين قال عنه ولم يكن من المشركين؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، خاصة أنبياء ما نسميهم بالمرحلة الثانية أو أنبياء بني إسرائيل تحديدا، ومن تفرع عن سلالة إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى ذكر أن الأنبياء يتفرعون من نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أرسلنا نوحا وإبراهيم، لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فتلاحظ أنه بعد إبراهيم ما جاء أحد من غير سلالته، يعني بعد إبراهيم كل الناس تقريبا سلالة إبراهيم عليه السلام، الأنبياء سلالة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم الله سبحانه وتعالى خصه بأشياء، خصه بأوامر، خصه بنواهي وأتمها. الله سبحانه وتعالى ذكر بأن فرض الله تبارك وتعالى وكلف إبراهيم بأوامر معينة وكلمات معينة فأتمها. هذا الإتمام من إبراهيم عليه السلام كان إتماما لمقتضيات كبيرة جدا في قضايا التوحيد وقضايا كذلك الطاعة، يعني التصديق والطاعة، يعني محطات عديدة جدا. الذي يتأمل كيف أن إبراهيم عليه السلام في قضايا التوحيد له منهج خاص، وفي قضايا الأعمال أيضا له على كل طريقته. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ملة إبراهيم هي ملة هذه الأمة، ملة إبراهيم الخليل، ملة هذه الأمة، وجعل إبراهيم عليه السلام أسوة بالنسبة لنا. فنلاحظ أن إبراهيم كان فيما يتعلق بالتصورات منهجه منهج إلى يومنا هذا يكاد يكون من المناهج التي تقوم عليها المجادلة العقلية وكذلك المجادلة النقلية. في إبراهيم عليه السلام لاحظنا كيف أن قضية التوحيد وتقرير التوحيد في أقوام تقوم عقائدهم على تأليه الكواكب وتأليه ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، كيف أنه حاول على كل بمنطقه العقلي أن يقيم عليهم الحج. هذه واحدة. الأمر الثاني، أثبت كذلك لم يكن توحيدا تجريديا، بمعنى يعيش حالة من التوحيد النظري للأسف الشديد، وربما هذه حالة يعيشها كثير من الناس. تجد الواحد منهم ما شاء الله من دعاة، يقول لك من دعاة التوحيد، لكنه ليس مستعدا أن يقدم أي شكل من أشكال التضحية
العملية في سبيل هذا التوحيد، أو أن يقوم بالمفاصلة العملية لمناقضي هذا التوحيد. تجده شخص على كل لا طعم كما يقولون ولا لون ولا رائحة، هو يدعو إلى التوحيد ولكنه يتعايش مع الجاهلية ويعيش بين المشركين وكأنه ليست هنالك. إبراهيم عليه السلام تجاوز مرحلة البعد النظري إلى المجابهة العملية للجاهلية في كل تصوراتها وعقائدها وأعمالها. فإبراهيم حطم الأصنام. أنت عندما تقرأ قصة إبراهيم أنت أمام الداعية إلى التوحيد من خلال الممارسة والفاعلية الميدانية، وليس من خلال فقط الانكفاء بين الجذر الأربعة والنظر فقط كما يعيش الفلاسفة، يعيشون في أبراج عالية، وكذلك بعض الناس الآن يعيشوا للأسف هذا. فإبراهيم عليه السلام عاش حالة من كمال التوحيد إلى أن بلغ فيه مرتبة الخلة، ومرتبة الخلة من المراتب التي لا بعدها جدا. أعلى مرتبة تقريبا يعني بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. فهؤلاء كأنما محبة الله سبحانه وتعالى تخللت في تفاصيل كل وجودهم وحياتهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، فلا يتحركون إلا وفقا لما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد هنا نلاحظ أن إبراهيم في قضية مهمة جدا تميز بها وأرادنا الله أن نكون على طريقه، وهو ولم يكن من المشركين. هنا قضية البراءة من الشرك والولاء لأهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في إبراهيم والذين لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في إبراهيم عليه السلام قام على قاعدتين: قاعدة التوحيد الصافي الذي بلغ فيه الكمال، وقاعدة المصادمة للجاهلية والبراءة منها وعدم الرضا بها وعدم التعايش معها. فهو على كل في هذا الاتجاه. إبراهيم عليه السلام كان قمة، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى إبراهيم بالنسبة لنا قدوة في هذا المجال. ولهذا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: قل هذه سبيلي، لأن سبيله سبيل إبراهيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نفس الطريقة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالتبرؤ من الشرك والبراءة من الشرك وأهله كانت هذا من الأشياء المهمة جدا، والتي يسميها الآن الذين يكتبون في مجال التوحيد اللي قضية الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراءة من الكفر والشرك وأهل ذلك. بارك الله فيك شيخنا. إذا أتينا لموضوع الأعمال، ما هي الطرق والسبل للبعد عن الرياء فيما يظهر للناس من الأعمال؟ وعلى كل موضوع الرياء طبعا هو من الشرك الأصغر، وهو إذا كان التوحيد يقوم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتصفية الأعمال. الخالص الصافي، لما نقول هذا خالص معناه صافي، أي صافي من كل المكدرات. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص، فكأنه الدين المغشوش ليس لله. صحيح. فالله سبحانه وتعالى يريد من المتدين أن يكون تدينه مراد به ابتداء وجه الله سبحانه وتعالى، أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا بالإضافة للصواب، أن يكون هذا العمل صوابا. لكن نحن خلينا الآن في موضوع الصواب، في موضوع الإخلاص. فمن أين يؤتى الإنسان في موضوع الرياء؟ يؤتى في المقاصد، وهو أن الإنسان يقوم بعمله يبتغي به غير وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا طبعا أمامنا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار. قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة سبحان الله لو تأملنا أحوالهم قمة الأعمال الصالحة. أولهم القارئ لكتاب الله أو العالم، فيأخذه الله ويقول: لقد تعلمت وقرأت وكذا، فماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ يقول: يا ربي دعوت وعلمت وكذا، ويقال له: كذبت، لقد فعلت ذلك ليقال لك قارئ أو يقال لك عالم. وقد قيل. لاحظ، بمعنى نال حظه من نيته، نال حظه من النية. لم يكن مدخله الأساس
هو أن يكون عمله خالصا لله، فأنت تتعلم لتعمل ولتنجو عند الله سبحانه. ثم يأتي بالرجل الثاني والعمل أيضا ليس سهلا، وهو المجاهد في سبيل الله. من منا الآن لا يتمنى رتبة الجهاد والشهادة في سبيل الله؟ لكن سبحان الله هذا العمل الجليل القمة في الأعمال يمكن أن يتحول إلى أن تسعر بصاحبه النار عندما يفارق الإخلاص. قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. يأتي الثالث من الأعمال، لاحظ الآن أيضا النوع الثالث، وهو المنفق في سبيل الله، المنفق لماله، المنفق. هذا أيضا إن والله آتيتك مالا فماذا فعلت فيه؟ يقول يا ربي والله أعطيت الفقراء والمساكين. يقول له كذبت، لقد أنفقت ليقال لك إيه؟ منفق وقد قيل. لكن الله سبحانه يريد منك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الله سبحانه وتعالى أيضا في باب النفقات في أواخر سورة البقرة كان من الشرط الأساسي يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كم من أناس سبحان الله يدخلون في العمل الصالح حتى على مستوى أسرهم، حتى على مستوى من ينفقون عليهم من الأقرباء، لكن يبطلون أعمالهم بالمن، فعلت لك وفعلت لك وفعلت لك. المنان هذا الذي يتحدث بأعماله، أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. أو بالأذى، يؤذي الإنسان، والمن نفسه نوع من الأذى. صحيح. فيؤذي الإنسان بإيه؟ بهذا الحديث عن فالله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاثة بأعمالهم بطلت وتحولت إلى جريمة يعاقب عليها كما يقولون الله سبحانه في الآخرة، عاقب عليها الله سبحانه وتعالى، فيكون هؤلاء أول من تسعر بهم النار. إذن موضوع الرياء هنا حتى تكون الصورة واضحة، من قصد ابتداء العمل أن يكون لغير الله فهذا سلفا إيه؟ شرك في الإرادة. قد يكون شرك أكبر، شرك في الإرادة. يعني من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني أنا سلفا أقصد بهذا العمل إيه؟ أقصد به غير الله، أتعلم وأنا قصدي أن أتعالى على الناس، أتعلم وليس قصد العمل بما أتعلم به، وهكذا. في إرادة الدنيا مطلقا بأعمالي أتعلم أدرس أعمل، وكل ذلك ليس مرادا به إيه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. هذا قد يدخل معنا والعياذ بالله في شرك الإيه؟ شرك الإرادة، لأن أنواع الشرك 4 يمكن إذا تيسر إن شاء الله يومنا، لكن هذه الواحدة منها اللي هو شرك الإرادة وشرك القصد اللي هو شرك المقاصد، هذا واحد. لكن أحيانا بعض الناس يدخل في العمل وهو قاصد وجه الله ابتداء، يكون دخل عليه وهو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ثم يدخل عليه الشرك في الوسط أو إرادة فهذه على كل بحسبها، هذه بحسب. لكن مطلوب الإنسان، الله سبحانه وتعالى في الحديث يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل إيه؟ لا يقبل التشريك، أن يكون له ند أو يكون له شريك أو يكون له مزاحم في توحيده سبحانه وتعالى. فأنت مطالب في هذا الموضوع بأمرين، طالب بأمرين، أو الطرق اللي أنت على الأقل والله تحاول أن تنجيك حسب السؤال. ما الذي ينجيك؟ أولا حسن القصد وسلامة القصد وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، هذا الجانب الأول الذي نسميه بالإخلاص. النقطة الثانية الجوانب العملية، وهو فيما يتعلق بكثير من الأعمال التي الأصل فيها أن لا تظهر، أحرص أن لا تظهر، أن لا تظهرها. خفية. طبعا عندنا الآن بعض الناس حتى تكون الصورة، يعني الآن الصلوات المفروضة لا تخفى، هذه بالعكس أنت مطالب بإظهارها، لأن هذا الذي يجعل المسلمين يعني يظهرونها، وهي من شعائر الإسلام التي يجب أن تظهر. ربما أيضا الزكاة الواجبة قد لا تكون مطالب بأن تخفيها، لكن الصدقات الخفية، النوافل الخفية، الأشياء التي قابلة لأن تكون معظم ما ليس مفروضا وعليك أن تظهره، كل ذلك يجب أن لا تحرص على إظهاره، لأنك كلما روضتنا النفس البشرية سبحان الله بطبعها هكذا تحب الظهور وتحب أن يقال أن فلان كذا. هذا طبعا شيء، لكن في نقطة مهمة جدا دقيقة في هذا الباب وتدخل في المبشرات ليس في باب الرياء، وهو أن الإنسان دخل في العمل بوجه الله وأنهاه بفضل الله سبحانه وتعالى، ولم يسعى أيضا للحديث عنه بعد أن أكمله، لا يسعى لأن يقول والله فعلت وفعلت، لكن سبحان الله شوهد هذا الأمر وعلم به الناس ثم فرح هذا الشخص. هذه بشريات، عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البشريات المقدمة للمؤمن كما له بشريات أخروية له بشريات في الدنيا،
وهو أن يعرف الإنسان بالخير دون أن يسعى إلى أن ينشره بنفسه. فهذه عاجل بشرى المؤمن يفرح بها المؤمن بطبيعة الحال، أنه عرف بالخير ولم يعرف بالشر. ولم يعرف بالشر. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا حديث عفوا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ممكن أن نستخرج من هذا الحديث شيخنا سؤالان، أو الشق الأول من السؤال: صور الشرك كثيرة، كيف بالإمكان أن يعرف الإنسان أنه وقع أو لم يقع في بعض هذه الشرك؟ ثانيا، من وقع فيها كيف ممكن وكان أعبد الناس بربه، هل ممكن يدخل النار؟ طبعا هنا لا بد من التفريق، يعني بين الجاهل والعالم، وبين كذلك الذاكر والساهي والغافل، وبين كذلك المكره والمختار. هذه لا بد أن تكون يعني الصورة في هذا يعني واضحة. ثم أيضا لا بد أن نفرق في قضايا التوحيد كذلك بين أصل التوحيد وبين كمال التوحيد. فهنا الحديث طبعا يمكن أن يكون شاملا، من لم يشرك به شيء يدخل فيه الشرك الأصلي، الشرك الأكبر، ويدخل فيه الشرك الأصغر، ويدخل فيه الشرك الخفي، يتقبل كل أنواع الشرك، كل ذلك. لكن طبعا الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى وتوعد صاحبه هو الشرك الأكبر، اللي هو شرك الدعاء، وشرك الطاعة، وشرك القصد، وشرك الحاكمية أو شرك التشريع. هذه ممكن 4 أنواع من الشرك لا يغفرها الله لمن وقع فيها، وخاصة هي أصول الشراك بالله سبحانه. لكن ما دون ذلك قضايا الرياء، قضايا الشرك الخفي، الرياء قد تكون هنا هو يسجل لك ذنبا ويسجل لك كذا، وقد يبطل العمل في ذاته، لكنه لا يبطل كل أعمالك الأخرى. من وقع مثلا في عمل بعينه في الشرك الأصغر، الفرق بينه وبين الشرك الأكبر: الشرك الأكبر يبطل العمل كله، إذا مات عليه الإنسان يبطل العمل. الشرك الأصغر يبطل العمل المحدد. فأنت أشركت في جزئية معينة، والله بعينه أردت أن تخرج صدقة، فكان مقصودك والله أن يراك الناس أنك تتصدق، تبطل هذه الدائرة فقط، ولا يبطل بقية الأعمال. هنالك نوع آخر أو نوع ثالث من الشرك قد لا نعرفه، قد يكون بعض الناس لعدم العلم به أو عدم الالتفات إليه هو نوع من الشرك. مثلا من أنواع الشرك الخفي أن يحسن الإنسان مثلا أحيانا صلاته دون لما يرى من شخص مثلا، وفي أشياء. هذا النوع كفارته الشرك الأصغر، كفارته هو أن يقول الإنسان: اللهم أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، حتى لا تقع في جوانب من الشرك قد تكون أحيانا لعدم العلم. ليس كل الناس الآن يعلمون تفاصيل التوحيد ودقائق التوحيد وكذا، فقد يقعون في هذا النوع من الشرك، وكثيرة حقيقة، كما يحصل الآن. مثلا كثير من الناس يقول لك: والله يا أخي بفضل الله وبفضلك كذا، يعني هذا النوع يقع فيه كثير من الناس، فلا يمكن هؤلاء طبعا أن نقول بأنهم يعني في هذا الجانب. أيضا هذا الحديث والله أعلم يتضمن كمال التوحيد الذي فيه التوحيد والعمل. التوحيد والعمل. فالذي لقي الله سبحانه وتعالى بأنه والله حقق كمال التوحيد بهذا المعنى، فإنه إن شاء الله يكون مستحقا بإذن الله سبحانه وتعالى برحمة الله عز وجل أنه يدخل الجنة في هذا الجانب. نعم. بارك الله فيك شيخنا، ممكن أن نختم بهذا السؤال شيخنا: كيف ممكن أن نتكلم مع الذين يتكلون بأصل التوحيد ويتركون الأعمال، من ناحية النصيحة ومن ناحية يعني البدء في تفاصيل التوحيد؟ هنا ولا بد سبحان الله الإنسان أن يعمل بقاعدة مهمة جدا، وهو أن الأعمال مؤثرة بطبيعة الحال، ولكنها ليست مقابل الجنة. فجنة الله لن تكون إلا برحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة بعملكم. طيب الله عز وجل بما كنتم تعملون، مش كده؟ صحيح. فالأعمال هنا ليست مكافئة، يعني ليس أعمالنا مكافئة لأزلية وجودنا في الجنة. مهما عملنا كم سنة؟ 80 سنة،
مش كده؟ فالله عز وجل لو بمنطق العدل المحض إنه والله عمل كل يوم يكافئ عمل عايش يوم في الجنة مثلا، تعيش 80 سنة والباقي طيب وين؟ فهنا المهم أن التصور الصحيح أنه والله يتغمدك الله سبحانه وتعالى برحمته، وواحدة من أسباب الجالبة لرحمة الله عز وجل أنك تعمل الصالحات. واحد أدخلناهم في رحمتنا، يا الله عز وجل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من عبادنا الصالحين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من عبادنا الصالحين. فالله عز وجل بقيامك بالأعمال الصالحة يدخلك في رحمته، يدخلك في فرح. وبالأعمال السيئة، بالأعمال السيئة وهي مؤشرة على كل، يدخلك في والعياذ بالله في مقته وغضبه وعذابه وهكذا. فنحن حتى لا تكون أيضا هنالك غموض، يعني في قضايا كثيرة جدا يعرف الإنسان أنه والله مصيب فيها أو مخطئ. البينات الواضحة، الأعمال الظاهرة، المحكمات في الشريعة، الإشراك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفوس، الزنا، المحرمات الظاهرة، هذه ما فيها كلام، أنه من يقع فيها يدرك نفسه أنه إيه؟ أنه ارتكب محظورا، وبالتالي مهدد بالوعيد، مهدد بالوعيد. ثم أيضا كثير من الناس أيضا يتفاوتون في موضوع التوحيد نفسه. في موضوع التوحيد هنالك من أهل التوحيد من يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف اللي هو في أمة النبي فيها 70,000. قيل منهم يا رسول، قال لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، قالوا على ربهم إيه؟ يتوكلون. هذه 70,000 ما شاء الله، هذه من أمة النبي الذين يدخلون. هذه مقام ليس سهلا، هذا المقام نسأل الله يجعلنا منهم. هذا مقام عظيم جدا. وبالتالي هذا صنف، في صنف لا يدخل الجنة بعد الحساب وبعد الجدل وبعد الأخذ وبعد الرد بعد الميزان. طيب هنالك طائفة تدخل بعد أن تدخل النار والعياذ بالله. طبعا هنالك مكفرات كثيرة جدا، لكن واحدة من هذه المكفرات جهنم. جهنم مكفر طبعا بالنسبة للمؤمنين، مكفر من المكفرات، لكن الذي يصل من المؤمنين إلى جهنم والعياذ بالله هذه كارثة، كارثة كبيرة جدا. لأنه سبحان الله يعني 9 مكفرات موجودة من التوبة والاستغفار وكذا وكذا، إلى أن يصل الإنسان بعرصات يوم القيامة وما فيها وهي مكفرات. كونه والله 9 ما نفعوه ولم يبقى لهذا إلا أن يكفر له عبر جهنم، هذه طبعا قضية نسأل الله السلامة كبيرة. لكن هذا موجود، يعني من أهل الإسلام من يدخل النار ويعذب ويطهر ثم يقال له طبتم فادخلوا الجنة، لأن من غير تطيب كامل لن يدخل الإنسان إيه؟ جنة الله سبحانه. وحتى في النار في درجات، والنار نفسها درجات، ومعروف طبعا. يعني مثلا عم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، وبالتالي لأنه لم يدخل الإسلام لم يحقق الحد الأدنى من التقوى الموجبة للجنة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا لتقوى الإسلام، مات على الشرك. لكن سبحان الله يعني لموقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، لحمايته، لحرصه على عدم عداوة النبي إلى أن توفي، وإقراره كذلك بأن النبي كان على حق. يعني ولقد علمت بأن دينك من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالشاهد أبو طالب كان من الناس اللي لو نطق بشهادة أن لا إله إلا الله لكان اليوم إيه؟ فانظر امتناعه وإبائه عن هذه الكلمة التي قال له أحاج بك عند الله، قال هو في ضحضاح من النار. هذه أقل مرتبة، وهو أنه يوضع على الجمر، ليس في الدرك الأسفل من النار. وهذه درجة ليست سهلة بطبيعة الحال. اليوم إذا كان عرض الإنسان فقط لدرجة حرارة 40 من الشمس باقين الناس يا لطيف، يعني فكيف والعياذ بالله لمن يعذب في النار. بارك الله في شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة. دمتم سالمين.